بحبك يا بلادي بحبك يا بلادي مع شريف المصري. النهارده الحلقة ببساطة شديدة جدا هتبقى على الخطوبة اللي كانت في المحكمة. خطوبة المحكمة خطوبة ناس شايفاها من وجهة نظرهم انها مستفزة وان ده قمة الاستفزاز. انا شايف طيب ماشي، ما احنا برضو عندنا احداث كتير حصلت بينت فيها ان في ناس خدت براءات، وان الراجل المتهم ده رقم 40 ولا رقم 47، هو فوق ال40 يعني، من ضمن الناس اللي متحفظ عليهم ولغاية ما التحقيقات تخلص ولغاية ما يخلص يعني الحكم في القضية. وللأسف تجربتنا بتقول إن في ناس كتير جدا اتحبست وفي الآخر طلعت براءة. فده معناه إن ممكن يكون الشخص ده بريء يعني وأهله يعني بيرفعوا روحه المعنوية وخطيبته واقفة جنبه. تصرف طبيعي إنساني بحت يعني. بس لا، لو احنا فكرنا في الموضوع من زاوية تانية ولقينا ان المشكلة لو الراجل ده فعلا مدان، يبقى المشكلة مش في الفرح ولا في الخطوبة. المشكلة ان في ناس قاعدة برا مؤمنة وفخورة بالراجل ده عمله، وهي دي الأزمة اللي احنا هنقع فيها، أزمة الفكر. لأن الفكر الحر اللي برا، اللي مش متقيد، اللي مش محبوس، أكتر من المحبوسين. فطالما هم شايفين ان هو ما عملش حاجة وان هو تمام وان هم بيرفعوا من روحه المعنوية و... وكده يعني، فدي أزمة. يعني احنا في أزمة كبيرة، أزمة هتؤدي بينا في النهاية إن ده هيبقى أخطر من مرض السرطان، لأن ده جوه عقول و... ودماغة الناس دي، وإن الناس دي خلاص شربت الحاجة دي وهتفضل مخها يعني مسيطر عليه كل الأحداث دي كلها. في الحقيقة أنا شايف إن الخطر الحقيقي بتاعنا دلوقتي هو الفكر ده، ازاي هنتعامل معاه، لانه ده فكر مبني على مدار سنين كتير جدا. عشان اهده دلوقتي صعب جدا، ان انا اللي لازم اكون بهده بطريقة فيها نوع من المنطق. والحقيقة المشكلة اللي هنصطدم فيها ان احنا هنلاقي بعد شوية ان المشكلة ما بقتش في طرف واحد، او بمعنى عشان اجيبها بوضوح، مش في طرف مسلم وبس، لا، هتلاقيها برضه في طرف مسيحي. وهنخش بقى في الايه، في الجزئيه المقلقه دي، اللي انا شايف انها اخطر من اي تهديد احنا موجودين فيه بصراحه. الفكر ده جوانا، وعشان نعرف نخرجه اعتقد ان اللي حضر العفريت لازم يصرفه. بحبك يا بلادي بحبك يا بلادي مع الشريف المصري.